اهلا بيكم في البطولة الامتع لعام 2024، بطولة العالم رابد وبليدز. والمميز في البطولة ان جميع الاساطير مشاركين في البطولة، زي ماجنس كارسن، ناكامورا، فابيانو كارانا، فيروزا، نيبو، دودا. جميع الاساطير لأول مرة في بطولة العالم ل 2024. ومن غير رغي كتير، تعالى اقدم لكم اهم وامتع مباراة في الجولة الاولى اللي اتلعبت ما بين فيروزا اللي بيلعب بالقطعة السوداء بتصنيف 2756 ضد سيرجي اللي بيلعب بالقطعة البيضاء بتصنيف 2510. ويقرر سيرجي في الموقف ده انه يقدم البيدق في الاي 4، فالاسود يرد عليه ويروح طالع بالبيدق في السي 5، وبكده هيلعب افتتاحية سيسيليان. يرد عليه الابيض يروح طالع بالحصان، الاسود يكمل ببيدق في الدي 6، فالابيض ينتشر بالفيل في البي 5 تشيك على الملك. فيروزا يغطي التشيك عن طريق الحصان، بعد كده الابيض يكمل ببيدق في السي 3، بيحضر انه يقدم البيدق في الدي 4. بس مشكله البيدق دي اللي انت دلوقتي مش هتعرف تنتشر بالحصان بتاعك علشان تحمي البيدق اللي موجود في الاي 4، فده اللي استغله فيروزا. ففيروزا كمل وراح طلع بالحصان في الاف 6. هات البيدق، الابيض يحمي البيدق عن طريق ان هو يلعب الوزير في الاي 2، فيكمل فيروزا ويروح مقدم البيدق. ابعد بالفيل، الفيل يرجع في الاف 4، يكمل فيروزا هجوم وضغط على اللاعب الابيض ويروح مقدم البيدق في البي 5. اللاعب الابيض يروح راجع بالفيل في السي 2، بعد كده فيروزا يروح مكمل بفيل في البي 7، بيسيطر على الدياجونال ده وضاغط على البدء اللي موجود في الاي 4. بس كده كده مفيش اي خوف عشان البدء ده محمي عن طريق الوزير عن طريق الفيل. يكمل اللاعب الابيض في الموقف ده ويروح مبيت. فيروزا يكمل ببدء في الجي 6، بيحضر انه ينتشر بالفيل، بيحضر انه يبيت. فيكمل اللاعب الاسود يروح مقدم البيدق في الدي 4. فيروزا ما يهتمش بالاكله دي او التهديد ده، ويقرر انه ينتشر بالفيل علشان يبيد. فيكمل اللاعب الابيض في الموقف ده ويلعب اول غلطه ليه في الجيم، ويروح مقدم البدء بتاعه في البي 3. فالسؤال هنا، ليه نقله البدء في البي 3 نقله غلط في الموقف ده؟ علشان احسن نقله للاعب الابيض انه يكمل انتشار ويقدم البدء في الاي 4، بس اللاعب الابيض فكر وقال لك انا اقدم البدء في البي 3 علشان انتشر بالفيل في البي 2. فالسؤال هنا برضه، هل فيروزا عرف يستغل الغلط ده؟ فيروزا عرف يستغله عن طريق ان هو يلعب افضل نقله ويروح مبيت. اللاعب الابيض يكمل وينتشر بالفيل، ففيروزا يكمل ويروح منتشر بالروك في السي 8. اللاعب الابيض يكمل ويروح مقدم البدء في الاي 4، فيروزا ما يهتمش بالبدء ده ويقرر انه ياكل البدء الموجود في الدي 4. اللاعب الابيض يروح واكل بالبدء، وبعد كده فيروزا يكمل ويلعب الحصان بتاعه في الاتش 5. فايه الهدف من تحريكة الحصان في الاتش 5 من فيروزا دلوقتي؟ حاجتين. اول حاجه اللي انا بفتح للفيل اللي موجود في الجي 7 انه يهدد انه ياكل البدء الموجود في الدي 4، بس مفيش اي خوف، فالبدء ده محمي دلوقتي عن طريق الحصان عن طريق الفيل. تاني حاجه اللي انا بحضر اللي انا العب الحصان بتاعي في الاف 4، اهدد الوزير اللي موجود في الاي 2. لو اتحركت بالوزير بتاعك في اي مكان تخسر الفيل اللي ببلاش اللي موجود في السي 2، وكمان اهدد لك الفيل اللي في البي 2. فاللاعب الابيض هنا احسن نقله ليه انه يقدم البدء في جي 3 ويلغي التهديد ده، يلغي تهديد الحصان. بس الابيض ما اهتمش بالتهديد ده وقرر انه ياكل البدء الموجود في البي 5. فيكمل فيروزا ضغط وهجوم على اللاعب الابيض ويروح لاعب الحصان. هات الوزير، الوزير يروح متحرك في الدي 2 علشان يفضل حامي الفيل ويهدد الحصان اللي موجود في الاف 4. فيروزا يكمل ضغط ويروح لاعب الفيل بتاعه في الاتش 6. هات في المستقبل ديسكفر تشيك لما العب الحصان بتاعي في الاتش 3، تشيك على الملك اللي موجود في جي 1، فساعتها هكسب الوزير اللي في الدي 2. فاللاعب الابيض شايف الفكره دي فقرر انه يلغي الفكره عن طريق انه يحرك الملك بتاعه في الاتش 1 افضل نقله. فيكمل فيروزا ويروح واكل البدء اللي موجود في البي 5. يكمل الابيض ويروح مقدم البدء في الدي 5. يكمل فيروزا ببدء في الاي 5، بعد كده الابيض يروح واكل البدء الموجود في الاي 6 عن طريق التجاوز. فيروزا يروح واكل بالبدء، وبعد كده اللاعب الابيض يكمل ويغلط في الشكل ده ويروح لاعب الحصان في الاس 3. وملحوظه، فيروزا دلوقتي في وقته 11 دقيقه بالظبط، 10 دقائق 58 ثانيه. اللاعب الابيض في وقته 5 دقائق 41 ثانيه. اللاعب الابيض لما قرر انه يلعب الحصان بتاعه في الاس 3 بيهدد انه ياكل البدء الموجود في البي 5. فاحنا نستنتج ايه؟ ان احسن نقله لينا اللي احنا نحمي البدء اللي موجود في البي 5. بس فيروزا ما اهتمش بالبدء الموجود في البي 5، فهو عارف ان اللاعب الابيض مضغوط في حاجتين، الوقت وكمان القطعه بتاعته. فانت دلوقتي بتهدده اللي انت تاكل فيه الموجود في سي 2 لو الوزير ده اتحرك في اي مكان، بتهدد اللي انت تعمل افكار ديسكفر اتاك بالفيل الاسطوري اللي موجود في الاتش 6 لما الحصان ده يتحرك في اي حته. فاللاعب الابيض متكتف في الموقف ده، ففيروزا عاوز يستغل ده،
فقرر انه يلعب الحصان بتاعه في الاف 6. نقله غلط، بس فيروزة محتاج الحصان بتاعه في الاف 6 علشان ينفذ فكره هجوميه هو الوحيد اللي حاسبها. فاللاعب الابيض في الموقف ده يكمل ويروح واكل بدأ. فيروزة يكمل ويروح مقدم البدأ بتاعه في الدي 5، عاوز يتخلص من البدأ الموجود في الاي 4. مع ان اللاعب الابيض تصنيفه 2510، بس هو مع فيروزة تحسه تصنيفه 900. فاللاعب الابيض في الموقف ده قرر انه ياكل بدأ. نقلة غلط، مش احسن نقلة. كانت احسن نقلة اللي انت تفضل عامل بلوك على الفيل اللي موجود في البي 7. ففيروزة كمل وراح اكل البدأ، والفيل ده دلوقتي فيل اسطوري في الشكل ده. فكمل اللاعب الابيض وقرر انه يلعب الوزير بتاعه في الدي 1. ومن هنا هيبدأ الاكشن، ومن هنا هيبدأ الاثارة، علشان فيروزة يقرر انه يكمل ويلعب اول نقلة بريليانت في الشكل ده، ويروح مضحي بالحصان بتاعه وياكل بدأ الموجود في الجي 2. فالسؤال هنا، لنقلة الحصان في جي 2 نقلة بريليانت من فيروزة في الشكل ده بسبب ان ده حصان ببلاش تقدر تاكله، واللاعب الابيض اكل الحصان. فيكمل فيروزة ويروح محرك الحصان الاسطوري ويروح لعبه في الاتش 5. ايه الفكرة من النقلة دي؟ الفكرة دلوقتي اللي انا بهددك، اللي انا اكسبك بتشيك ميت. فانت مثلا لو قررت في الشكل ده اللي انت تلعب الفيل مثلا بتاعك في الاس 3 زي كده، ساعتها انا هرد عليك واروح واكل الحصان الموجود في الاف 3 محمي عن طريق الفيل، فانت ما تقدرش تاكل بالملك. وبحضر اللي انا اكسبك بافكار تشيك ميت، دبل تشيك على الملك ده. فانت مثلا لو لعبت اي حاجه زي كده دبل تشيك، الحصان الاسطوري ده حامي الروك فانت ما تقدرش تاكل، وتشيك على الملك دبل تشيك، ما تقدرش تتحرك في اي مكان. تمام. ولو فكرت اللي انت تاكل الروك ده عن طريق الوزير، ساعتها انا مش هاكل الوزير بتاعك، انا هرد عليك بتشيك، ما تقدرش تغطي بسبب البن. فتتحرك بالملك بتاعك هنا تخسر بتشيك في نقله واحده بس. تتحرك بالملك بتاعك هنا، ساعتها هرد عليك واروح لاعب الحصان في الاف 4. تعمل ايه يعني؟ تشيك، الملك ده ما يقدرش يتحرك في اي مكان. تاكل بالوزير تخسر برضه بتشيك ميت. فاللاعب الابيض عارف ده، عارف ان هو لو لعب اي حاجه هيخسر بتشيك ميت، فقرر انه يلعب الحصان بتاعه في الدي 4، بيحمي الحصان اللي موجود في الاف 3. بس فيروزة في الشكل ده ما يرحموش، ويقرر انه يلعب تاني نقلة بريليانت في الشكل ده، ويروح مضحي بالروك بتاعه وياكل فيه الموجود في السي 2. فالسؤال هنا، ليه نقلة الروك في السي 2 نقلة بريليانت من فيروزة في الشكل ده؟ للثلاث اسباب. اول سبب اللي انا اكلت الفيل اللي موجود في السي 2. تاني سبب اللي انا بهدد اللي انا اكل فيه الموجود في البي 2. تالت سبب ان ده روك ببلاش تقدر تاكله بقطعتين، فانت هنا تقدر تاكل الروك ده بالوزير. ولو اكلته بالوزير فانا هرد عليك بوزير في الجي 5، تشيك على الملك، ما تقدرش تاكل بسبب البن. تعمل ايه؟ تتحرك هنا، ساعتها تخسر بتشيك ميت في نقله واحده بس، ما تقدرش تتحرك بالملك بتاعك في اي مكان. تتحرك في الاتش 1، ساعتها هرد عليك واروح واكل الحصان الموجود في الاف 3، وبحضر اللي انا اكسبك بتشيك ميت. فانت مثلا تلعب اي حاجه، ساعتها هرد عليك واروح مضحي بالوزير في جي 2. تاكل الوزير تخسر بتشيك ميت محمي عن طريق الحصان الاسطوري، عامل لك دبل تشيك على الملك الموجود في جي 2. فانت تعمل ايه حرفيا في الشكل ده؟ يعني لو اكلت الروك تخسر بتشيك ميت. طيب لو اكلت الروك ده بالحصان، ايه اللي يحصل؟ ساعتها هرد عليك برضو واروح واكل الحصان ده بالروك. انت تعمل ايه؟ انا بحضر اللي انا اكسبك بتشيك ميت لما العب الروك بتاعي في جي 3. انت تاكل الروك ده بالوزير، برضو نفس الافكار التشيك ميت اللي احنا لسه شارحينها، اللي احنا نلعب الوزير تشيك على الملك، ما تقدرش تغطي بسبب البن، تتحرك هنا اروح لعب الحصان هنا، تاكل بالوزير تخسر بتشيك ميت. ولو فكرت ان انت تتحرك هنا تخسر بتشيك ميت على طول لما اكل الوزير اللي موجود في الاف 3. فاللاعب الابيض اول لما شاف نقلة الروك بتتلعب في السي 2 قرر انه يستسلم وبس. ودي كانت الجولة الأولى، والجولة التانية بالمناسبة لسه بيلعبوها، فأنا بصور الحلقة دي وهم بيلعبوا في الجولة التانية. الجولة الأولى انتهت تعادل، يعني ماجنس كارسن خلص الجيم الأول تعادل، وما كانش فيه أي أفكار الصراحة أو أي حاجة. فابيانو كاروانا كسب الجولة كسب في الجولة الأولى، طبعا بنقلة بتكتيك معين مش زي فيروزة. يعني فابيانو كاروانا اسطوري الصراحه. بص يعني مثلا هنا اللاعب الاسود قرر، لا فابيانو كارونا هو اللي بيلعب بالقطعه البيضاء، تمام. فاللاعب الاسود قرر في الشكل ده انه هيلعب الوزير بتاعه في الاي 6. انت هنا اكتشف افضل نقله، ايه افضل نقله ليك؟ يعني ليه نقله الوزير في الاف 6 نقله غلط؟ عارفين ليه؟ علشان هو دلوقتي حبس الروك اللي موجود في الاي 4.
فالروك ده دلوقتي ما يقدرش يتحرك في اي مكان. انا لما اقدم البدأ بتاعي هنا في الاف 3 اهدد الروك ده يقدر يتحرك فين؟ يعني انت بص كده، ما يقدرش يجي هنا ولا هنا ولا هنا، ولما اقول ما يقدرش يجي هنا بسبب هنا، فانت عملت بلوك ليه، فبالتالي انت خسرت قطعه. فاللاعب الابيض يعني فيروزه ما استعجلش واكل البيدق، فاللاعب الابيض راح اكل بالبيدق، بعد كده فيروزه راح مقدم البيدق بتاعه في الاف، اقصد لا مش فيروزه، فابيانو كروان، اسف، راح مقدم البيدق بتاعه في الاف 3 بيهدد انه ياكل الروك، وخلاص اللاعب الاسود اكتشف ان هو بيخسر قطعه، فقرر انه يضحي بالفيل بتاعه ياكل البيدق الموجود في جي 3. التاني اكل بالملك، بعد كده اتحرك بالروك بتاعه في الاتش 4، خسر الفيل. تمام. فبسبب كده بعديها بكام نقلة قرر اللاعب الاسود انه يستسلم، وهما الاتنين بس اللي كسبوا الصراحة من التوب، من التوب يعني. اهو زي ما انتم شايفين هما لسه بيلعبوا، مفيش اي حاجة. يعني مين، تعال نشوف مثلا مين يعني ماجنس كارسن اتعادل، فابيانو كاروانا كسب، ماكسيم لاجراف كسب، مش عارف ده مين، وي كسب. انا ما شفتش مباراة وي، بس اكيد حاسسها هتبقى جامدة. نيبو تعادل، ليفونت كسب. يعني في مباريات صراحة كويسة تقدروا تتفرجوا عليها، بس مثلا ناكامورا، نيبو، ماجنس كارسن، مين تاني من الرجالة، دول كلهم اتعادلوا يعني. فبس، ده كانت اول جولة، استنوا الجولة التانية.